السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم درس جديد. اليوم درسنا راح يكون يونت 3 لطلاب الثالث ثانوي فرع العلمي. طبعا يونت 1 و 2 مشتركات بين الأدبي والعلمي. هلا اليونت 3 بعنوان ميديسين، الدواء، هو خاص بالفرع العلمي. قبل ما نبلش بدرسنا اليوم بتمنى اللي لسه ما اشترك بالقناة ينزل لتحت الفيديو يشترك بالقناة، يضغط على زر الجرس على الأول ليوصلوا كل فيديو جديد. رح ننتقل مباشرة لقسم الريدنج شامل History of Medicine، يعني تاريخ العلاج أو تاريخ الدواء. Throughout history، عبر التاريخ، various societies، مجتمعات مختلفة and cultures وثقافات have developed، قد طورت different views، يعني نظرات مختلفة in their approach، وصولهم بطريقة وصولهم يعني to illnesses للأمراض and diseases والأمراض. طبعا illnesses الأمراض و diseases اثنيناتهم أمراض. One of the most important periods in the development of medicine at all، يعني من أهم المراحل. important مهم، periods المراحل أو الفترات in the development of medicine at all، تطور العلاج على الإطلاق، especially medieval medicine، وبالأخص قيمت بفترة العصور الوسطى، خاصة في طب العصور الوسطى. medieval العصور الوسطى which lasted from، واللي كانت بين 9th to 13th century، اللي كانت بين القرن التاسع، يعني من القرن التاسع حتى الثالث عشر. is called the golden age of Arabic medicine، يعني كان اسمها العصر الذهبي للطب العربي. الطب العربي. the book of the books of Arabic science that came about in this period are not only by Muslim authors. okay. عبود يعني كتب the books of Arabic science، كتب العلم العربية، العلوم العربية يعني أو العلم العربي that came، اللي اجت about this in this period، من هاي المرحلة بهاي الفترة يعني are not only by Muslim authors، ما كانت فقط من قبل المؤلفين المسلمين. because Arab civilization، بسبب انه الحضارة العربية is the result، كانت نتيجة of consecutive، يعني نتيجة متتالية and continuous ومستمرة. consecutive متتالية and continuous ومستمرة efforts جهود of various nations، يعني انه هي كانت نتيجة لجهود متتالية ومستمرة اوكي of various nations، من دول مختلفة regardless بغض النظر of the religion الدين race العرق and color واللون of the skin الجلد يعني لون الجلد who lived and produced in the Arab region، تمام، اللي تم إنتاجه في المنطقة العربية. يعني الطب اللي كان ساري بالمنطقة العربية ما كان فقط من المؤلفين المسلمين، وكان بغض النظر يعني كان ما ينظروا إلى الدين أو العرق أو اللون. in ancient times في العصور القديمة يعني people used to cure sickness by using plants, herbs and other materials. يعني في العصور القديمة اعتاد الناس على علاج المرض used to cure يعالج sickness المرض يعني باستخدام شو by using plants نباتات herbs أعشاب and other materials ومواد أخرى. in countries في مدن such as مثل Egypt مصر غريس اليونان روما ميسوبوتاميا بلاد ما بين الرافدين يعني بلاد العراق إنديا طبعا بلد العراق وليس بلاد العراق، المهم بلاد ما بين الرافدين بين دجلة والفرات يعني إنديا الهند and China والصين. medicine was magical and mythological and diseases were attributed mostly to the supernatural forces. يعني عم بقول in countries في دول مثل مصر اليونان روما بلاد بين الرافدين الهند والصين medicine was magical، الطب كان الشو كان يعني انه يعتمدوا على السحر عن mythological والاساطير and diseases والامراض were attributed
والأمراض في الغالب mostly يعني في الغالب إنه تنسب attribute تنسب mostly بالغالب to the supernatural forces إلى القوى الخارقة للطبيعة. thus هكذا before hospitals developed هكذا كان من قبل تطور المشافي يعني patients المرضى were treated mostly in temples. المرضى كانوا على الغالب يتعالجوا في المعابد. temples في المعابد. patients المرضى. طبعا patient له معنى تاني الصبر. patients المرضى. The practice of medicine during the Middle Age was empirical. يعني ممارسة الطب practice of medicine ممارسة الطب during the Middle Ages في العصور الوسطى was empirical كانت تجريبية يعني ممارسة الطب كانت تجريبية. it focused mainly ركزت بشكل أساسي in curing illnesses يعني على علاج الأمراض rather than discovering their causes يعني إنه ركزت على معالجة الأمراض أكثر من إنه اكتشاف الدواء لها أو الأسباب لها المرض. At that time في ذلك الوقت cures continued to be a mixture of superstitions, religion, herbal remedies, bleeding and burgeoning. اوكي لهون خلينا نترجم يعني عم بقول at that time في ذلك الوقت cures العلاجات continued استمرت to be a mixture استمرت لتكون خليط من superstitions خرافات religion دين herbal remedies علاجات عشبية bleeding and purging نزيف والتطهير. تمام. people were bled to reduce inflammation يعني الناس كان تنزف يعني كان يجرحوا الشخص يعني قصدهم عشان ينزف من الدم to reduce inflammation لتقليل الالتهابات يعني انه برأيهم كانوا انه اذا جرحوا مثلا انه قرصة حية انه كان يجرحوا محل القرصة ليكب دم مشان يخلصوا من الالتهابات which was then thought to be the root of all diseases. طبعا واللي كان يعتقد بعد ذلك انه الجذر of all diseases لكل الامراض. تمام يعني هن برأيهم انه inflammation يعني انه تقليل الالتهابات اللي هي اساس كل الامراض. هلا هون لا اما قصدهم انه هي الانفلاميشن انه اساس كل الامراض لا اما قصدهم انه هي الطرق اللي كانت متبعه هي كانت اساس كل الامراض يعني هي تسبب المرض. اوكي هلا moreover علاوه على ذلك يعني فوق كل هذا medical schools were established يعني المدارس الطبيه كانت قد اسست but most people never saw a doctor ولكن معظم الناس لم يروا دكتور because of the high cost treatments. ليش؟ بسبب التكلفة العالية high cost التكلفة العالية treatments العلاجات. instead بدلا من ذلك الناس were treated by local wise people يعني بدل من ذلك الناس كانوا يعالجوا by local wise people من قبل الحكماء المحليين يعني شخص كبير بالعمر انه هذا بيعتبروه حكيم القرية انه يروح يتعالجوا عنده على اساس who were skilled in the use of herbs or by priests or barbers. اوكي يعني عم بقولوا انه هدول الحكماء المحليين هن were skilled كانوا ماهرين in the use of herbs في استخدام الاعشاب يعني الطب عربي يعني انه يعتمد على العشب. اوكي or by priests يعني او كهنة or barbers او الحلاقين كلياتنا بنعرف الحلاقين يعني قديم الزمان انه هن كان يعتمدوا عليهم كثير عالم يعني بالطب. around the 16th century حوالي القرن السادس عشر medicine witnessed groundbreaking يعني انه القرن السادس عشر medicine witnessed شهد الطب groundbreaking developments تطورات رائدة تطورات كبيرة such as vaccination مثل التطعيم human anatomy علم التشريح البشري surgery or
ميكروبيولوجي. يعني انه بالقرن السادس عشر الطب شهد تطورات كبيرة مثل الفاكسينيشن التطعيم، وهيومن اناتومي يعني علم التشريح، سيرجري الجراحة، and microbiology وعلم الأحياء الدقيقة. هلا modern medicine started to emerge in the late 18th century and therefore there were many improvements on medical tools and machines especially after the industrial revolution. منين؟ modern medicine الطب الحديث started to emerge يعني بدأ الطب الحديث في الظهور in the late 18th century في أواخر القرن الثامن عشر and therefore وبذلك أو بالتالي there were many improvements يعني كان هناك العديد من التحسينات التطورات on medical tools على الأدوات الطبية and machines والآلات especially خاصة after the industrial revolution بالأخص بعد شو الثورة الصناعية بعد الثورة الصناعية in the 1800 في 1800 في 1800 physicians learned يعني بال 1800 في ال 1800 يعني بالقرن التاسع عشر بيعتبروه تمام. physicians learned الأطباء تعلموا ذات illnesses الأمراض were caused by germs تعلموا بأنه الأمراض كانت تسبب بشو germs الجراثيم and hospitals والمشافي began to focus on keeping clean to keep germs away والمشافي صارت تركز على شو to focus on keeping clean انه تبقى نظيفة to keep germs away تعيف عشان تخلي الجراثيم خارجا او بعيدة. as a result كنتيجة nursing التمريض يعني came to be أتى ليصبح thought of as a respectable job يعني التمريض أصبح وظيفة محترمة. التمريض أصبح وظيفة محترمة. هلا the 20th century was characterized يعني القرن العشرين تميز by new biological treatments يعني تميز القرن العشرين بشو بعلاجات بيولوجية جديدة such as antibiotics مثل المضادات الحيوية in addition بالإضافة to advancement in chemistry بالإضافة للتقدم في الكيمياء genetics and radiography يعني بالإضافة للتقدم في الكيمياء genetics علم الوراثة radiography يعني التصوير الشعاعي. Arabic medicine has made a major contribution to the development of pharmacy يعني الطب العربي تمام عمل مساهمة contribution مساهمة أساسية لشو في تطوير الفارماسي يعني الصيدلية. It is logical for doctors تمام من المنطقي للدكاترة to discover new drugs إنه يكتشفوا عقاقير جديدة drugs عقاقير يعني الميديسين هي بتاخد معنا دواء طبعا بتاخد معنا طب while looking for ways to treat their patients بينما إنه هن عم بيعملوا شو أو عم بيبحثوا عن طرق لعلاج شو مرضاهم مشان هيك بيكتشفوا إنه عقاقير جديدة. They wrote about them in booklets about the history of the disease. اوكي هون كتبوا عنها يعني عن الشغلات اللي اكتشفوها او عن الادويه اللي اكتشفوها in booklets في كتيبات about the history of the disease يعني تاريخ المرض تمام وسموه سموه بين قوسين المجربات سموه المجربات يعني تجريب. subsequently في وقت لاحق subsequently good and lesser non-drugs were extracted from it وقت لاحق تم استخراج good and lesser non استخراج أدوية أقل شهرة أوكي
were extract from it. يعني إنه تم استخراجها من هاي الكتيبات اللي كانوا يكتبوها. هلا physicians have tried to use simple medicines to determine the exact effect of the entered component into the disease. هلا حاول الأطباء استخدام الأدوية البسيطة، أو الفيزيشنز have tried حاول أن يستخدم simple medicines، تمام، الأدوية البسيطة to determine لتحديد the exact effect لتحديد التأثير الدقيق of the entered component المكون الداخل يعني into the disease على المرض. شلون يعني؟ يعني انه مثلا كان لما يشوفوا مرض جديد طبيعي، يعني مثلا مثل لما صار الكوفيد شلون اسسوا اللقاح وجربوه مثلا انه على الحيوانات اول شيء، وبعدين انه في ناس اتطوعت دخلوا هذا المنتج الجديد على الجسم عشان يشوفوا مدى تأثيره على الجسم ومدى فعاليته، وبعد لما انه مش الحال شافوه برأيهم انه مش الحال اعلنوه انه كدواء او فاكسينيشن، انه تطعيم. تمام، يعني هاي طريقة التجريب ليكتشفوا انه هذا الدواء مناسب ولا لا. still وما زال some doctors بعض الدكاترة have prescribed and combined the medications that they themselves formulated. يعني وحتى الآن وما زال بعض الأطباء طبعا ما زال بعض الأطباء prescribed and combined يعني يدمج the medications الأدوية that they themselves والذين هم أنفسهم formulated أصاغوها يعني إنه بيدمجوا أدوية مع بعض هن بالأساس أنتجوها مشان يشوفوا مدى فعاليتها مثلا على شيء معين. Today اليوم healthcare الرعاية الصحية is not just about doctors، ما لا موصولة فقط بالدكاترة nurses أو الممرضات physical therapists أو المعالجين الفيزيائيين and technicians أوكي أو التقنيين are all part of a large healthcare system that helps to keep people healthy. أوكي عم بقول اليوم healthcare is not just about doctors، يعني اليوم الرعاية الصحية ما لها موصولة فقط بالدكاترة nurses ممرضين physical therapists يعني المعالجين الفيزيائيين and technicians أو التقنيين are all part of a large healthcare، يعني كلهم هن جزء من مجموعة تساعد الناس helps keep people healthy، انه يبقوا الناس على حالتهم الصحية او بحالة صحية. modern medicine الطب الحديث is characterized by surgeries، يعني الطب الحديث characterized by surgeries، تمام، يتميز بالعمليات الجراحية the use of radiation يعني استخدام الأشعة microscopy الفحص المجهري research البحث analysis والتحليل in the detection of disease or ailment by using modern technologies tools. يعني يتميز الطب الحديث modern medicine is characterized يتميز الطب الحديث by surgeries بالعمليات الجراحية the use of radiation استخدام الأشعة ميكروسكوبي الفحص المجهري research البحث analysis والتحليل okay in the detection في الكشف of disease مرض ما or أو element by using element أو مرض طبعا by using modern technological tools باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة due to يعني بسبب ذلك أو الاعتماد على ذلك rapid advance of technology it is certain that medicine بسبب التقدم يعني rapid advance تقدم السريع of technology للتكنولوجيا it is certain that medicine فمن المؤكد أو بالتحديد ذلك هو الطب. Exercise A. In pairs try to get the meaning of the highlighted words then match them with their definitions below. يعني انه حاول تخمين معاني الكلمات الهايلايتد المغمقة او انه محطوط عليها بالاصفر
أو بلون تانية طبعا مو ضروري أصفر. then match them with their definitions below، ثم صلها مع معانيها في الأسفل. هلا a response of body tissues to injury of the body، يعني استجابة tissues أنسجة. هون معناها أنسجة، طبعا هي بتيجي مناديل ورقية بس هون لا معناها أنسجة، يعني أنسجة الجسم، أكيد مو مناديل ورقية تبع الجسم. to injury لإصابة of the body، إصابة جسم. هلا عدى فوق معناه كلمة inflammation، التهاب، الالتهاب. تمام. تو طبعا طلاب العلمي أنا إذا بتابعوني معروف إنه آخر شيء بحط الأجوبة إن شاء الله. هلا نحن بنجاوب شفهيا واخر شيء بنكتب كتابه. response of body tissues to injury of the body، يعني استجابة أنسجة الجسم إلى إصابة ما. اوكي. inflammation التهاب. making somebody healthy and clean of bad thoughts، يعني جعل الإنسان أو شخص ما healthy سليما and clean وخاليا نظيفا of bad thoughts، من شو؟ من الأفكار السيئة، من الأفكار السيئة. أوكي. عدى فوق معنى كلمة شو؟ إذا بتتذكروا كلمة تطهير، كلمة تطهير اللي هي purging. 3 connected with ancient myths or stories، يعني موصول بشو؟ بأساطير وقصص قديمة، أو مرتبط يعني إنه بأساطير وقصص قديمة. إيش عدت معنا كلمة إذا بتتذكروا؟ mythological أساطير. أوكي. هلا people who have been trained to give a particular form of treatment for physical or mental illness، يعني الناس who have been trained اللي تدربت to give a particular form بشكل معين of treatment من العلاج for physical or mental illness لمرضى الفيزيكال الحركي، تمام، او شو؟ او المينتال او العقلي، او المينتال العقلي، تمام، امراض جسديه او عقليه. تمام. اللي هن عدوا معنا اذا بتتذكروا شو؟ ثيرابيست. اوكي. اوكي. هلا بننتقل لل5. 5 based on experience rather than ideas، يعني معتمدين على شو؟ experience، على الخبرة rather than ideas، أكثر من الأفكار، يعني إنه معتمدين على خبرتهم أكثر من المعلومات. منهن نحن عدت معنا فوق معناها empirical تجريبي، يعني معتمدين على الخبرة على التجربة أكثر من الأفكار، تجريبي empirical. following one another without any interruptions، following one another without any interruptions، يعني إنه متابعة بعضهم بعض بدون انقطاع، يعني إنه متتالي. وعدت فوق معنى كلمة شو؟ consecutive متتالي. أوكي. هلا the scientific study دراسة العلمية of the structure of the body، يعني هيكلة الجسم، دراسة العلمية لهيكلة الجسم. عدت فوق معنا يعني التشريح anatomy. هلا medicines or treatment that cure a disease، يعني أدوية أو علاج تشفي شو؟ تشفي مرض. عدت معنا كلمة فوق remedies. اوكي. هلا عبور read the text and answer the questions، اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. 1. Why did ancient medicine people tend to treat their patients in temples؟ يعني عم بقول ليش الناس tend to، يعني أرادت إنه تعالج their patients in temples. هلا لأنه ما كان في مشافي، because there were no hospitals. أوكي. لأنه ما كان في مشافي. Why did not most medieval Europeans visit medical schools to receive treatment؟ ليش معظم الأوروبيين في العصور الوسطى، يعني تمام، medieval Europeans الأوروبيين العصور الوسطى لم يزوروا لم يزوروا medical schools مشان ياخذوا العلاجات. هلا لأنه قالوا إنه بسبب التكلفة العليا للعلاجات، إذا بتتذكروا because of the high cost of treatments.
هلا 3 who were most patients treated by in the middle ages. يعني عم اقول who were most patients treated by، يعني من قبل مين كان شو كان يتعالجوا الناس، من قبل مين بالميدل ايجز بالعصور الوسطى. اذا بتتذكروا قالوا انه كان يتعالجوا من قبل مين؟ الوايز بيبل، الناس الحكماء، او من قبل بريستس الكهنة and berbers والحلاقين. What developments did medicine experience in the 16th century؟ ايش هو التطور اللي صار على الطب بالقرن ال16؟ هلا وقتها قالوا انه شو اسمه بالقرن ال16 انه تم ملاحظة انه تطور على الطب. اذا بتتذكروا قالوا فاكسينيشن، وقالوا انه هيومن اناتومي، صار انه في تطعيم وصار في تشريح بشري. اوكي. هلا what did the industrial revolution contributed to medicine؟ ايش شاركت الثورة الصناعية او الثورة الاقتصادية، ايش شاركت بتطور الطب؟ يعني ايش شاركت، يعني ايش فادت الطب؟ اوكي. هلا انه كان يعني تأسس انه ادوات طبية جديدة ومكانات انه طبية، يعني ادوات طبية ومكانات medical tools and machines. هلا 6 when did the role of nursing begin to develop؟ ايمتى تبلش دور التمريض يتطور؟ هلا نحن بنتذكر قالوا in the 1900s، في ال 1800 في القرن ال 19 when physicians learned that illnesses were caused by germs and hospitals began to focus on keeping clean to keep germs away. يعني انه دور التمريض صار بشو انه بالحفاظ على المشافي نظيفة، تمام؟ مشان هيك بلش دور التمريض يتطور. What was المجربات about؟ يعني المجربات اللي حكينا فيها بالنص انه كانوا يكتبوها البوكليتس على البوكليت، يعني انه كانوا يكتبوها على الكتيبات، تمام؟ انه نحن بنقول it was a booklet written by Arab doctors about a history of disease. اذا بتتذكروا انه هن كتيبات كانوا يكتبوها الدكاترة العرب حول شو عن تاريخ مرض معين. هلا in your opinion، بس شفنا in your opinion في رأيك، هذا السؤال ما بيهمنا لأنه عم بيحكوا على your opinion يعني على رأيك، ونحن بالامتحان ما رح يجينا لا توازن كلمة شيء يقول لك على رأيك، يعني انه انت برأيك شو، لأنه في عدة أجوبة وهون المصحح مجبور انه ياخذ تقريبا الأجوبة كلها يعني. اوكي. هلا complete the following sentence with information from the text. أكمل الجمل التالية معلومات من النص. The books of Arabic science are not only by Muslim authors. يعني انه كتب اللي كانت موجود، كتب العلم العربي ما كانت بس من قبل المسلم author المؤلفين المسلمين but also، هلا نحن بنكمل من نص طبعا but also continuous efforts of various nations regardless of the region, race and color of the skin who lived and produced in the Arab region. يعني انه كانت كمان من عدة حضارات، من عدة دول، تمام؟ بغض النظر عن اللون والعرق والدين وهالقصص. In ancient times في العصور القديمة medicine الطب in Egypt and Mesopotamia was related to magic and mythology. إذا بتتذكروا إنه بالعصور القديمة، يعني العصور القديمة كان الطب معتمد على شو؟ على الماجيك، السحر، على الأساطير. medical physicians الأطباء الطب يعني used bleeding، إيش استخدموا؟ النزف as a successful remedy، يعني إنه نتيجة شو ناجحة to reduce inflammation. إذا بتتذكروا كانوا يستخدموا النزيف، تمام، والتطهير انه على اساس هاي الطريقة مشان يقللوا مشان يقللوا اذا بتتذكروا يقللوا الالتهابات، يعني هي طريقة لعلاج تقليل الالتهابات. Medicine الطب will continue to develop as a result of the rapid advance of technology، يعني انه التطور الملحوظ للتكنولوجيا. اوكي. طبعا هذا السؤال بالتحديد هذا جوابه من شو؟ من الكتاب.
يعني من النص، لانه هن عم بيقولوا لنا انه complete the following sentence with the information from the text، معلومات من النص. هلا وصلنا لشيء حلو ومهم، يعني لازم تحفظوه لانه له لزمه، يعني انه idioms. لما بنشوف كلمة idioms رح يخربطونا اذا اجانا بالامتحان، لانه معناهم شيء وبيعطونا معنى شيء تاني. عبول medical words كلمات طبية and idioms، مو مصطلحات وكلمات طبية يعني. replace the words in italics، يعني بدل الكلمات المكتوبة بالخط المائل in 1 to 6 من 1 ل 6 with the correct form of the medical idioms in the books، مع الشكل الصحيح من المصطلحات الطبية اللي موجودة في الصندوق. أول عنا a taste of one's own medicine. هلا شوفوا إذا بدنا ترجمة حرفي بيطلع معناها كتير بايخ. تمام. taste طعم of one's own medicine يعني دواء خاص بشخص ما. تمام. طعم دواء شخص ما. أما هي معناها معنى تاني. يعني شلون نقول؟ بدي أعطيكم إياها. مثل من حفر حفرة وقع فيها. تمام. ومثل مثلا إنه اللهم صل على سيدنا محمد، طبخ السم، يعني السم إنه رجع صاحبه، بهالمعنى. تمام. يعني واحد ضاق بالكاس، الكاس اللي صبه. تمام. يعني انه انا مثلا اليوم سويت مكيدة لشخص ما، ام انا صارت فيني نفسه. تمام. يعني مثل ما نحن بنقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. اوكي. هلا بقولوا طباخ السم انه ما بدوقه، بس هون عم تعطينا المعنى الثاني، انه انت سويت سم ودقته، يعني رجع لك. تمام. at this door، على باب الموت، يعني على ابواب الموت يعني. تمام. انه بين وبين. on the mend. هون تعطينا معنى انه قرب يشفى، take a turn for worse. take a turn for the worse. هون طبعا تعطينا انه معناها انه عم بيسوء الحالة، عم بتسوء حالة المريض، يعني باعتبار نحن عم نحكي عن المرضى ومو مرضى، انه عم بتسوء حالة المريض. تمام. هلا go under the knife. go under the knife يعني انه بده يساوي عملية طبية. طبعا برجع بقول لكم، يعني هلا go under the knife يذهب تحت السكين. هون معناها انه بده يساوي عملية طبية. هلا just what the doctor ordered، مثل ما طلب الدكتور. هون المعنى كتير كتير قريب، يعني مثل ما انه الدكتور بحاجة حقله، مثل ما طلب الدكتور، يعني معناها انه what is wanted or needed. تمام. يعني مثل ما راد واحتاج. طبعا هلا المعاني رح توضح اكثر معكم لما نقرا الجمل. تمام. وبنحطهم محل الايتاليكس، محل الكلمات المكتوبه بالمايل، بيصير معنى اكثر مبين عليكم. اوكي. هلا 1 after a long tax season، يعني بعد موسم ضريبي طويل. season موسم، tax ضريبي. getting on extra week off، يعني ما نحتاج إليه أسبوع إجازة. و extra week off يعني أسبوع زيادة إجازة. طبعا هون نحن بنقول off، يعني إذا مو شغال بقول off، وإذا شغال on. تمام. ما بنقول I'm working I'm not working، إنه مثلا بالإنجليزي. getting on extra week off، حصول على إجازة أسبوع إضافي. pay مدفوعة is what is needed، مدفوعة الأجر. اوكي. طيب هلا ايش لازم نستعمل؟ هلا شوفوا انتبهوا، needed ما في شيء بدل عليه غير ordered. اذا بتتذكر لما ترجمت لكم just what the doctor ordered، يعني ما يحتاجه. هون نحن حاطين دكتور، بس نحن بشكل عام بنقول just what the doctor ordered، يعني ما يحتاجه، ما نحتاجه، او المطلوب يعني. مشان هيك بتصير after a long tax season، بعد فصل ضريبي طويل. getting on extra week off with pay، يعني
الحصول ما نحتاجه هو الحصول على أسبوع إجازة إضافي مدفوع is just what the doctor need. مدفوع ما نحتاجه، يعني كل شيء نحتاجه لازم يكون مدفوع عنا. هلا my uncle عمي got sicker suddenly last night. هلا هون معناها انه صار شو مريض فجأة، يعني عمي صار مريض فجأة. So we are heading to the hospital to see him. لذلك نحن أخذناه يعني للمشفى، ونحن متجهين يعني إلى المشفى لنشوفه. نحن متجهين على المشفى، هو أخذناه لأنه هو خلص هو صار إنه مريض أكثر، عشان هيك نحن متجهين إلى المشفى منشان نشوفه. هلا هون عدت معنا فوق كلمة، إذا بتتذكروا بالمصطلحات take a turn for the worse، يعني إنه صار أسوأ. مشان هيك بنقول my uncle took، باعتبار got هون عندنا كلمة got بالماضي، فدايما نقول take بنقول took a turn for the worse last night. 3. It was miraculous that the little girl، يعني انه كان من الخرافي، يعني miraculous طبعا معجزة، خرافي يعني شيء خرافي. that the little girl بانه الفتاة الصغيرة fully recovered تعافت بشكل تام because she was very close to death، كانت قريبة كتير من الموت with sepsis and pneumonia. طبعا هون sepsis معناها تعفن، تمام، تعفن يعني انه المحل الاصابة. نمونيا التهاب رئوي، تمام، التهاب رئوي. البي طبعا لا تلفظ، هي حطوها ببالكم، البي لا تلفظ بكلمة نيمونيا. اوكي، يعني عم بقولوا انه كان معجزة انه الفتاة تشفى، لانه was very close to death. عدت معنا فوق at death door. was بنقول she was at death door، كانت على باب الموت. والسبسس تعفن الدم، النمونيا والتهاب الرئة. I don't understand how people كيف الناس have a surgery for really risky cosmetic procedures. انه انا ما بفهم كيف الناس بتخضع have a surgery العملية، نحن عدنا فوق معنا go under the knife، انه يضع نفسه تحت السكين، معناها انه يخضع العملية for really risky cosmetic procedures، لا يعني العمليات التجميل الخطيرة. صارت I don't understand how people go under the knife for really risky cosmetic procedures، انه كيف الناس تخضع لعمليات التجميل الخطيرة. هلا 5 we were so happy كنا كتير سعداء to hear لنسمع that your father بانه والدك is back home رجع البيت and now becoming well again. عدت معنا فوق اذا بتتذكروا كلمة شو on the mend، قلت لكم معناها انه يتشافى يتعافى. We were so happy to hear that your father is back home and now شو on the mend. 6 I used to write rude comments on Instagram. أنا اعتدت إنه أكتب تعليقات وقحة على الانستغرام but I got treated badly when I created my own account. بس أنا عوملت بطريقة سيئة عندما شكلت حسابي الشخصي. هاي اللي قلت لكم a taste of my own medicine، يعني شرب من نفس الكاس، يعني انه هو كان عم بعلق تعليقات وقحة عن الناس على الانستغرام، بس هو شو صار فيه، واجه نفس المشكلة لما شكل حسابه الشخصي. وهلا وصلنا لاكسرسايز بي page 32. Write the appropriate medical specialist word that suits each description، يعني اكتب الاختصاص الطبي المناسب لكل تعريف موجود. بعتذر شوي عن صوتي لأنه مرضان بصراحة، بس أصريت إنه أسجل لكم الدرس. هلا في عنا اختصاصات طبية، رح نقرأ كل اختصاص ونترجمه، وبعدين نقرأ التعريف تحت ونوصل كل تعريف مع الاختصاص المناسب. هلا dermatologist طبيب الجلدية،
dermatologist cardiologist هو طبيب القلبية. allergist طبيب الحساسية. naturopath طبعا هذا العلاج الطبيعي. naturopath علاج الطبيعي. pediatrician طبيب الأطفال. pediatrician طبيب الأطفال. وآخر واحد ophthalmologist اختصاصي البصريات. ophthalmologist اوكي طبيب او الاختصاص البصريات، اخصائي بصريات. هلا 1 specializes in determining food and environmental allergies، يعني متخصص في تحديد الحساسية الغذائية والبيئية. specialize متخصص in determining food and environmental بيئي، food الغذائي allergies يعني شو التحسس. أتوقع الجواب جدا واضح عنكم صار. ما في عنا غير مين؟ دكتور الأول اللي هو اختصاص الأول allergist أخصائي الحساسية. هلا is a heart specialist متخصص أو أخصائي قلبية اللي هو cardiologist treats skin disease بيعالج أمراض الجلدية. dermatologist for specialize in natural cures and remedies، يعني هو مختص بعلاجات مختص بالعلاجات الطبيعية، تمام، أو العلاجات اللي بتستخرج من الطبيعة، اللي هو طبعا naturopath is a specialist for babies and children، يعني للبيبي الرضع والأطفال، اللي هو pediatrician. وآخر واحد specializes in eye disease متخصص في طب أمراض العيون. طبعا ما صف عنا غيره ophthalmologist. اوكي. هلا C use the appropriate medical specialist، يعني استخدم الاختصاص الطبي المناسب word كلمة طبعا from exercise B above to fill in the gaps لتملئ الفراغات. هلا أقول children who have an allergic reaction after the first shot should be referred to A or M before continuing with DTP vaccine. هلا بقول انه يجب احالة الأطفال اللي عندهم ردة فعل تحسسية allergic reaction، ردة فعل تحسسية، إنه عندهم حساسية after the first shot، يعني بعد التجربة الأولى، يعني إنه مثلا نحن أعطيناهم إنه إبرة معين مثلا أو لقاح معين أو أي شيء، كتير بيكون في عنا تجربة، يعني إنه عشان نعرف انه هذا الشخص عنده حساسية او لا. عم بقول انه الطفل اذا اكتشفنا انه عنده ردة فعل تحسسية، انه تحسس من هاي التجربة، should be referred يجب انه يتم تحويله لمين؟ للأريجست لاختصاصي التحسس before continuing قبل الاستمرار with the DTP vaccine قبل متابعة اللقاح DTP. هلا 2 if that itchy rash، يعني إذا لم doesn't go away، إذا لم يختفي شو الطفح الجلدي itchy rash، الطفح الجلدي اللي بيساوي حكة. you should go to، لازم لوين نروح إذا ما اختفى؟ يعني إذا ما خلصنا من الحكة تبعية الطفح الجلدي لازم من عند مين نروح؟ هلا عدت معنا إيش اسم الدكتور جلدية؟ dermatologist. أوكي dermatologist. طبعا أنا بحاول أقرأ إنه مقاطع مشان سهولة اللفظ عليكم. dermatologist. أوكي. هلا our فراغ recommended that little Kathy should have her tonsils out. أوكي. عم بقول فراغ أوصينا recommended أوصينا that little Kathy، جاسي الصغيرة
should have her tonsils out. يجب أن تخرج لوزاتها، يعني إنه تشيلهم. من هو؟ طبعا باعتبار نحن عم نقول صغيرة أصبح الموضوع فيها دكتور أطفال. pediatrician دكتور الأطفال أوصانا بأنه قاسي الصغيرة لازم تتخلص من شو؟ من التونسيلز، من لوزاتها، يعني تسوي عملية شو؟ إزالة لوزات. أوكي. 4. دكتور راشد شو بو؟ أقوله ليلى's فراغ came in and noted that her blood pressure and pulse were very high. يعني أقول دكتور راشد اللي خاص بليلى. ليلى's فراغ came in يعني إجا. أوكي. and noted ولاحظ that her blood pressure بأن ضغط الدم تبعها and pulse والنبض very high. أوكي. طيب هلا هذا اختصاص شو باعتبار انه عم يحكي عن ضغط الدم والنبض هذا اختصاص دكتور القلبية cardiologist. يعني دكتور راشد ليلى's cardiologist يعني دكتور القلبية الخاص بليلى أتى ولاحظ بأنه ضغط الدم تبعها والبولس يعني النبض were very high كان كتير مرتفع. 5. My father والدي says everything looks blurry. يعني والدي my father says والدي يقول everything بأنه كل شيء looks blurry يعني مغشى ضبابي غير واضح. so he's going to لذلك هو ذهب لشو؟ فراغ to get his eyes checked ليفحص عيونه، انه عيونه مغبشين. تمام، نحن بنقول مغبشين بالعامية blurry مغبشين. طالما عيونه مغبشين وراح يفحصون أصبح عند مين راح عند ophthalmologist. اوكي ophthalmologist أخصائي البصريات. روبرت is an accredited يعني معتمد فراغ with herbal medicine طب عشبي أو أدوية عشبية. ما صفى عنا غير naturopath and يعني بصير روبرت is an accredited naturopath with herbal medicine and nutritional training. يعني انه روبرت معتمد شو؟ طب عشبي. تمام، طب عشبي وطب طبيعي. تمام، مع الأدوية العشبية herbal medicine أدوية عشبية and nutritional training والتدريب على التغذية. passive voice مبني المجهول. read the story underline an example of the present passive past passive present perfect passive و present continuous passive. يعني حاضر بسيط مبني المجهول، ماضي بسيط مبني المجهول، وحاضر تام مبني المجهول، وحاضر مستمر مبني المجهول، ومستقبل مبني المجهول. هلا هون عم بقول how do you form the passive انه كيف تشكل الباسيف. هلا شوفوا الباسيف فويس مبني المجهول في شيء معين ومخصص، انه انا بالجمله بده يكون عندي فاعل وفعل ومفعول به. اوكي، المفعول به هو بيصير الفاعل وبعدين بنحط فعل مساعد، بعدين الفعل الاساسي بيصير بالتصريف الثالث. اوكي، طبعا الحاضر البسيط انا بالعاده ما عندي ام واز ار وتصريف ثالث، لا بالحاضر البسيط بستعمل ام واز ار وتصريف الثالث. الماضي البسيط بستعمل واز وير وتصريف الثالث. مثلا حاضر المستمر بحط ام واز ار وبعدين ing وبعدين التصريف الثالث. اوكي، طبعا being التصريف الثالث بعدين بالفعل الاساسي. كيف؟ هلا رح نقرا النص مع بعض اوكي ونشوف كيف.
أقول a local jewelry shop يعني محل بيع مجوهرات was broken into. شوف was broken، المحل شو تم اختراقه، يعني انه حدا طحش عليه. مين هو المفعول به؟ المحل. was broken هذا اسمه ماضي بسيط مبني للمجهول، لأنه في was أو were وبعدين فعل له تصريف ثالث. into was broken into by someone yesterday، شخص ما البارحة. The shop had just been locked. had just been locked. اوكي، هذا طبعا كمان ماضي تام مبني المجهول. by the owner يعني تم إغلاق المحل من قبل صاحب المحل when he was threatened by a robber، لما تم تهديده من قبل شو؟ حرامي with a gun. he was told تم إخباره. he was told مين؟ he was told أخبر يعني صاحب المحل. was told هو الماضي بسيط طبعا مبني للمجهول لأنه في عندي was وتصريف ثالث. by the robber من قبل الحرامي السارق to unlock the shop ألا يغلق المحل and give him all the diamonds كل الماسات in the safe اللي محفوظة بالمحل يعني. then he was tied up by the robber ومن ثم ربط يعني انه ربطه مين؟ المجرم ربطه السارق يعني. تمام. a search has been organized يعني بحث تم تنظيمه by the police for the robber من قبل البوليس على مين؟ على الحرامي السارق. it's hoped he will be found. أمل يعني إنه على أمل إنه will be found إنه سيتم إيجاده in a few days خلال أيام. the owner of the shop is being treated by doctors for shock إنه صاحب المحل عولج من قبل دكتور الشو؟ الصدمة، يعني صدم صاحب المحل يعني. أوكي، هلا هون انتبهوا، عندي ماضي بسيط مبني المجهول، أوكي، وفي عندي ماضي تام مبني المجهول، وفي عندي مستقبل مبني المجهول، في عندي عدة أمور. هلا نحن مطلوب مننا تحت سؤال. إيش بقول السؤال؟ نقرأه سوا. fill in the gaps with the correct passive forms. اوكي، هلا هذا السؤال تاني اقول fill in the gaps with the correct passive forms of the verbs in brackets يعني املأ الفراغات بشو؟ بالباسيف forms بالشكل الصحيح من شو؟ من الباسيف. تمام. in the brackets في عنا بين قوسين كان not to clean مثلا، تحت design، تحت build. هلا عم اقول I am sorry this office is so dirty. انا اسف هذا المكتب كتير وسخ. but it cannot be cleaned. it cannot be cleaned. هلا هون cannot مستعملة مثل الويل والكود والشود و بيجي بعدها بي وبعدين بيجي التصريف الثالث. هذا اسمه فعل ناقص مبني المجهول. until tomorrow morning حتى شو؟ صباح الغد. حتى صباح الغد. هلا to these clothes هذه الألبسة فراغ for daily use استخدام يومي so you can wear them wherever you want. لذلك بإمكانك إنه تستخدمها أو تلبسها wherever you want إيمت ما بدك. باعتبار عم نقول daily use حاضر بسيط نقول these clothes are designed نستعمل are ونستعمل تصريف ثالث من الفعل بين قوسين. هلا many offices عدة مكاتب of large companies الشركات الكبرى فراغ in town center recently. باعتبار في عنا recently حديثا أصبح حاضر تام. بدنا نقول حاضر تام مبني المجهول بنقول have been built. have وبين بعدين والتصريف الثالث من الفعل بين قوسين. 3 4 all the goods كل البضائع. طبعا كلمة good لحالها جيد أما هون بس كان لها اسم معناها بضائع that were purchased اللي تم شراؤها yesterday have defects. اوكي، فيها عيوب defects عيوب so they فراغ back to the manufacturer right now
لذلك انه ايش بده يصير؟ بده يتم ارسالها للشركة المصنعة، يتم ارسالها يعني اعادتها للشركة المصنعة. ايمت ايمت انه خلص مستمر. اوكي. So they are being sent، انه عم تم ارسالها back to the manufacturer right now الان. باعتبار في عنا الان اصبح نحن عم نحكي عن حاضر مستمر. اوكي، مشان هيك بنقول are being sent back. اوكي. هلا الجملة اللي بعدها كاميرا فوتاج لقطات الكاميرا shows to her that illegal goods، بأنه بضائع غير مشروعة بين قوسين smuggled into warehouse last week، تهربت last week، عم نحكي last week. تمام، منشان هيك بنقول were smuggled هربت into the warehouse last week، إلى مستودعات الأسبوع الماضي. هلا اللي بعده 6 the poor bird يعني شو؟ الطائر الحزين المسكين، الطائر المسكين. فراح capture and all its efforts، وكل جهوده to escape from the trap were in vain. يعني الطائر الحزين، الطائر المسكين الدرويش capture أسر وكل جهوده للهروب من الفخ from the trap were in vain، كانت عبث. هلا نحن هون جواب ايش بده يكون عنا؟ نحسن نجاوب جوابين يعني. لا اما بنقول انه اللي أسر او قد أسر، نحسن نقول was captured، بس باعتبار ما في عنا yesterday ولا اي تحديد شيء، بنحسن نقول شو؟ had been captured، ونحسن نقول have been captured. اوكي. the poor bird عنا في شيء بالطرف الثاني مثلا to escape from the trap were in vain. باعتبار في عنا were in vain يعني ماضي بسيط بنحسن نستعمل لا اما ماضي تام لا اما بنستعمل ماضي بسيط. اوكي، لانه ماضي تام اقدم، يعني اقدم من الماضي البسيط. هلا هو محاولاته هلا الاحدث، يعني انه فشلت، يعني محاولته كانت قبل الفشل. مشان هيك بنقول the poor bird had been captured and all its efforts to escape from the trap were in vain. Okay. 7 the hotel near our office، الفندق اللي قريب من مكتبنا was closed أغلق because فراغ renovate by the owner، يعاد تجديده يعني سكره لأنه عم يعيد تجديده. اوكي. اصبح نحن بنقول لأنه عم يعيد تجديده، يعني انه بسيط، سوري عفوا مؤقت، يعني فترة مؤقتة، مشان هيك سكروا. نحسن نقول the hotel near our office، الفندق اللي جنب مكتبنا was closed أغلق، تمام، because it was being renovated by the owner، من قبل الملك. your car is a destra، يعني your car سيارتك انه انتهت، مثل انه is a destra، تمام، يعني شبه انتهت، صارت انه فخ للموت، يعني بيركب سيارتك كأنه عم يحط حاله بالموت، يعني عم يرمي نفسه للتهلكة. it فراغ should أو sent to the scrap years ago، لازم كانت تنبعث للخرطة من سنوات. اوكي. اصبح لو نحن نقول should have، باعتبار في عنا should بنقول should have been sent، لازم كان أرسلت، يعني لازم كانت قد أرسلت منذ سنوات إلى الخرطة. نقول should have been sent، التصريف الثالث من send. هلا change the following sentence into passive، نقلب الجمل الثانية للباسيف. my neighbor disappeared 6 months ago I have not seen him since then. هلا
هلا my neighbor disappeared 6 months ago. بنقول هي طبعا باعتبار نقول جاري. he has not been seen since then. okay. بنقول he has not been seen since then. The organizers المنظمين will exhibit the paintings till the end of the month. يعني المنظمين will exhibit the paintings. الرسمة تمام شو راح يسوي لها؟ بده يعرضوها exhibit the paintings، بده يعرضوا الرسمات till the end of the month. تمام. هلا نحن اصبح عن ايش عم نحكي؟ عن الرسمات. اصبح بنقول the paintings الرسمات will be باعتبار عم بقولوا will be exhibited، رح يكون قد تم عرضها او رح تعرض. تمام. till the end of the month، حتى نهاية الشهر. هلا scientists العلماء expect توقعوا that people will live on Mars in 2050. تمام. هلا هون في عنا شيء تاني. scientists expect that people توقعوا بأنه الناس will live on Mars. تمام. هلا نحن عن ايش بدنا نحكي؟ عن التوقع. التوقع هو ذاته المفعول به، مشان هيك بنقول it is expected توقع من قبل مين؟ من قبل العلماء طبعا that people will live on Mars 2050. تمام. اوكي. 4 police officers ضباط الشرطة were examining the evidence when the lights went off. يعني انه كانوا عم يفحصوا الدلائل لما lights went off، لما ذهبت الاضواء، يعني لما طفت الاضواء. ايش اللي كان عم ينفحص؟ هو الدليل. نقول the evidence was being examined when the lights went off. انه الدليل هو اللي كان عم ينفحص لما طفيت الاضواء. هلا the committee اللجنة، يعني اللجنة. تمام. اللجنة asked me سألتني شو سألتني؟ some difficult questions، بعض الأسئلة شو اللي صعبة، بعض الأسئلة الصعبة. تمام. in the interview yesterday. The committee asked me some difficult questions in the interview yesterday. يعني اللجنة سألتني بعض الأسئلة الصعبة في المقابلة البارحة. هلا أنا اللي انسألت. تمام. وبنفس الوقت الأسئلة هي، يعني هون في عنا إنه مفعولين به. عشان هيك بنحسن نستخدم طريقتين لحل هذا السؤال. بنقول I was asked some difficult questions in the interview yesterday. أنا كنت قد سئلت بعض الأسئلة الصعبة. وبحسن نقول some difficult questions مثلا were asked to me، يعني بعض الأسئلة الصعبة سئلت لي من قبل مين؟ طبعا من قبل الكوميتي in the interview yesterday. هلا سامي، سوري نرجع للسؤال بس لحظة. هلا سامي's parents، والدي سامي must have brought him up to be more polite. لازم يرعوه يعني ويربوه انه عشان يكون اكثر ادب. سامي parent must have brought، لازم مين مفعول به؟ هو سامي، لازم يتربى. مشان هيك نقول سامي must، في عنا must طبعا. have been brought up to be more polite، لازم يتربى، يكون قد تربي احسن ليكون افضل. After the interview، بعد المقابلة the owner had already offered me the job at his bank. يعني بعد المقابلة ال owner had already offered، كان قد قدم لي أو عرض علي مسبقا العمل في his bank، في بانجو. بعد المقابلة أنا اللي تقدم لي طبعا. I had already been offered the job at his bank أو at this bank بنقول.
أو بنحسن نقول بعد المقابلة العمل تقدم لي. the job was offered to me at his bank. okay. listening. هقول before you listen you use your dictionary to match the following vocabulary to their definitions. intern, lockdown, social distancing, doubt shifts, isolation, key worker. هلا هدول الكلمات نحن نحسن نحلهم من دون السماعي. تمام، ما رح نحتاج للسماعي لأنه تعاريف. وتذكروا بس عدى معكم هيك شي هذا لازم تدرسوه. لو سماعي بس فينا نحن نجاوب عليه. طبعا فينا نحن نجاوب عليه. ليش؟ لأنه في تعريف. اوكي. هلا رح نقرأ الطرف الأول، رح نقرأ الطرف الثاني. طبعا بقول شو before you listen قبل أن تسمع use your dictionary to match the following vocabulary to their definitions. يعني تقرأ الكلمات عشان توصلون بالشو بالكلمات المناسبة. 1. intern المتدرب. اوكي. look down الإغلاق. هاي صار حفظانينها بسبب الكوفيد ما كوفيد. look down الإغلاق. 3. social distancing يعني انه التباعد الاجتماعي. هذا كأنه عم يحكوا على شو اسمه على الكوفيد. doubt shift تحولات او في شك، يعني في شك. اوكي تمام. هلا 5. isolation العزلة، و key worker العامل الرئيسي. هلا نقرأ الطرف الثاني. being on your own and separated from others يعني انه تكون انت بعزلة، تكون مفردك منفصل عن الآخرين. عن الآخرين. هلا when people have to stay where they are and cannot move freely due to a risk يعني انه لما يكون الناس يضطر البقاء بمكانهم لا يمكنهم التحرك بسبب خطر. staying away from other people to stop a disease spread انه تكون بعيد عن الاخرين لوقف انتشار المرض. a doctor who is still training and working in a hospital الطبيب اللي بيضل بالمشفى ويكون عم يتدرب. اوكي. someone who does a job essential for society يعني الشخص يقوم بعمل اساسي للمجتمع. و if when the period of time that you work is twice as long as usual يعني يكون الفترة الزمنية اللي بتشتغل فيها ضعف المدة المعتادة. twice as long as usual ضعف المدة المعتادة. هلا بنيجي على الحل. هلا being أو الانترن هو المتدرب مع الدي doctor who is still training and working in a hospital. اوكي. هلا to lock down الإغلاق when people have to stay where they are and cannot move freely due to a risk يعني ما فيهم الناس، لما يكون الناس لازم يبقوا بمكان اللي هن فيه وما فيهم ينتقلوا بحرية بسبب خطر. social distancing المسافة التباعد الاجتماعي اللي هي طبعا being on your own and separate from others انه تكون لحالك، تكون مبتعد عن الآخرين، انه عايف مسافة بينك وبين الآخرين، هيك المعنى. الفور doubt shifts اللي هي when people have to when the period of time when the period of time that you work is twice as usual as usual. اوكي. انه لما بتشتغل هي فترة زمنية بتشتغل فيها ضعف المدة المعتادة. doubt shifts. اوكي. هلا isolation العزلة هي staying away from other people to stop a disease spread تضل بعيد عن الناس مشان توقف انتشار مرض. key worker اللي هو someone does a job essential for society الكي worker. اوكي. اللي هو طبعا انه شخص يقوم بعمل اساسي للمجتمع. هذا السؤال كتير مهم، تعريف كتير مهمة، وباعتبار يعني نحن عدينا فترة كوفيد وكذا يعني ممكن نشوف هيك سؤال. اوكي لهون بكون خلصنا لنهاية اليونت ان شاء الله. اللي لسه ما اشترك بالقناة ينزل تحت الفيديو يشترك بالقناة ويضغط زر الجرس، يفعل زر الجرس على الأول مشان يوصل كل فيديو جديد.
هلا رح ننتقل لقسم الحل، لا تروحوا لبعيد. وهيك رجعنا لكم بقسم الحل بيج 30. الكلمات اللي مقابل التعريف اللي موجودة بالسؤال A بصفحة 30: inflammation, purging, mythological, therapists, empirical, consecutive, anatomy, remedies. ثواني توقفوا الفيديو إذا بتحبوا نقول الحل. هلا بيج 31. read the text and answer the questions. أجب على الأسئلة. هاي الأجوبة قدامكم. because there were no hospitals because of the high cost of treatments, patients were treated by local wise people, priests and barbers. In the 16th century, medicine witnessed groundbreaking developments such as vaccination and human anatomy. Hi, 1, 2, 3, 4. 5. There were many improvements on medical tools and machines. Hi, 6, 7. طبعا جواب 8 مو ضروري لأنه your opinion. وقف الفيديو لحظات عشان تنقل الحل كمان، واللي بحب يوقف الفيديو ينقل على مهله براحته، يعني مش ما نطول أكتر من هيك لأنه الدرس صار طويل صراحة. يعني complete the following sentence with information from the text. أكمل الجمل التالية معلومات من النص. هاي التكملة. طبعا نكون رقم الصفحة ونكون رقم السؤال، يعني ما في مجال تضيعه نهائيا. ننتقل للسؤال اللي بعده. replace the words italics. هون طبعا مثل ما انكم منتبهين اللي بالأصفر هو الجواب. بدلنا الكلمات المكتوبة بالخط المائل بهدول المصطلحات الطبية. 1 2 3 ننتقل لل 4 5 6. page 32 أسماء الاختصاصات الطبية. allergist, cardiologist, dermatologist, naturopath, pediatrician, ophthalmologist. سؤال سي نفس الشي كمان كتبنا بس الأجوبة. طبعا هون في داعي أرجع أكتب الجمل كلها. 34 صفحة 34 نعبي الفراغات باسيف فورمز بإشكال المبني المجهول. شرحت لكم إياها ضمن الدرس. هون السؤال اللي بعده نغير جمل للمبني المجهول كمان. هلا ال1 عنا طريقة واحدة المفعول به واضح. ال2 كمان المفعول به والبيتنجز الصور. ال3 عنا it is expected that people will live، يعني التوقع هو المفعول به. التوقع it is expected، من المتوقع بأنه الناس راح تعيش ل 2050 إنه على المريخ. هلا بالنسبة للفور واضح الإيفيدنس هو المفعول به الدليل. الفايف فيني استعمله بطريقتين باعتبار في عندي انه انا انسألت اسئلة، يعني انا مفعول به والاسئلة مفعول به كمان، اثنين يعني اثنين مفعول به. مشان هيك بنحسن نقول I was asked some difficult questions in the interview yesterday، وبنحسن نقول some difficult questions were asked to me in the interview yesterday. السكس ما في عندي غير سامي هو المفعول به. اما السفن نفس الشي كمان. After the interview I had already been offered the job at his bank، يعني أنه تقدم لي العمل مشان هيك مفعول به، ونفس الوقت العمل تقدم لي كمان مفعول به. 36 page 36 صفحة 36 هو سؤال سماعي بس بنحسن نحله لأنه كلمات وتعاريف بتخص يعني بتخص العزلة والكوفيد وهالقصص، احتمال يجينا هيك سؤال يعني. اوكي، ولهون بيكون خلصنا ووصلنا لنهاية حل يونت 3 الخاص بطلاب الثالث الثانوي علمي. معلش اعذرونا طولنا شوي بالفيديو بس ضروري جدا، والفيديو كان فيه كلمات كتير
مهمة ومفيدة لإلكن، انتبهوا عليها. بتمنى يكون الشرح كافي ووافي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.